الشاب خد باكو نودلز فوري علشان يدفع ثمنه، لكن الست رفضت تحاسبه لأن السوبر ماركت كان قافل خلاص. السوبر ماركت كان خسر أكثر من 100,000 دولار، بس الشاب كان مبتسم وسعيد، وقال كمان إنه ناوي يشتري السوبر ماركت. فبدأ الشاب يتفاوض مع صاحب المكان. صاحب السوبر ماركت كان بيعيط وهو بيكلمه، لأن السوبر ماركت بتاعه خسر ملايين الدولارات وما بقاش قادر يكمله. الراجل افتكر إن الشاب أكيد مش هيشتري محل خسران بالشكل ده، قام وقرر يمشي، بس الشاب قال له إنه هيعرض 800,000 دولار علشان يشتري السوبر ماركت. في الحقيقة الشاب ما كانش غبي، ده لأنه امبارح وهو بيشتري النودلز فعل نظام غريب بيكسبه فلوس كل ما يخسر. يعني كل دولار بيخسره السيستم بيديله نفس المبلغ مكافأة، وكمان اداله 5 ملايين دولار كرأس مال أولي. صاحب السوبر ماركت ساعتها مسك إيد الشاب جامد واعتبره المنقذ بتاعه. صاحب المكان قال للشاب كمان إن من أول ما الست دي اشتغلت عنده وهو بيخسر أكتر وأكتر، بس بالنسبة للشاب كانت فرصة نادرة ومساعدة ممتازة، فنادوا عليها فوراً. هي افتكرت إنه هيطردها، لكن الشاب ادالها مرتب 20,000 دولار في الحال، وبعدها زود مرتبات كل الموظفين وطلب منهم يجددوا السوبر ماركت. ولما الشاب صحي تاني يوم كان فاكر إن السوبر ماركت هيحتاج على الأقل 5 أيام علشان يفتح، لكن المفاجأة إن بعد ليلة واحدة بس الست اتصلت بيه ودعته لحفل الافتتاح. الشاب اتخض وقالها إزاي؟ لسه مفيش رخصة تشغيل. وفجأة موظف طلع الرخصة من جيبه. الشاب اتصدم، والست كملت وقالت له إن الموردين عايزين يحطوا منتجاتهم في السوبر ماركت، وعلشان كده لازم يدفعوا 100,000 دولار. الشاب كان مصدوم لدرجة إنه كان هيغمي عليه.